مرحبا بكم مشاهدينا الكرام معنا في عدد آخر من برنامج حصيلة الكان. ودع المنتخب التونسي كأس إفريقيا بتعادله السلبي مع نظيره الجنوب إفريقي الذي تمكن من خطف البطاقة الثانية عن هذه المجموعة بحصده 4 نقاط، بينما تذيلت تونس ترتيب المجموعة الخامسة. وعقب المباراة أعلن المدرب التونسي جلال القادري استقالته من تدريب نسور قرطاج. وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة سيطر التعادل السلبي على مباراة مالي وناميبيا. بهذا التعادل حافظ المنتخب المالي على صدارة المجموعة ب5 نقاط، فيما حققت ناميبيا إنجازا تاريخيا بصعودها لأول مرة في تاريخها للدور الثاني من كأس إفريقيا. تمكن المنتخب الوطني المغربي من تحقيق الفوز ب1-0 على حساب منتخب زامبيا في آخر مباراة له من دور المجموعات، ليتأهل بذلك أسود الأطلس للدور الثاني في صدارة المجموعة السادسة ب7 نقاط، بينما ودع المنتخب الزامبي البطولة. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 37، وبهذا الفوز أعاد المنتخب الوطني المغربي الكوت ديفوار للمنافسة. وفي المباراة الأخرى عن نفس المجموعة ضمنت الكونغو الديمقراطية مقعدا لها في الدور المقبل بتعادلها السلبي مع تنزانيا. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حصيلة الكان. نترككم الآن مع برنامج مباريات الدور المقبل. إلى اللقاء.